فلان ده مش كويس لأنه صفاته كذا وكذا وكذا. طب وفلان التاني برضه مش كويس لأنه برضه صفاته كذا وكذا. الخدمة دي صفاتها كذا، تعبانة في كذا، والخدمة دي تفشل. وأبونا ده في نوع ضعف كذا، لا وأبونا ده أحسن في كذا، وأبونا ده أوحش في كذا. وشفت اللي حصل في الكنيسة دي، وشفت اللي حصل في الخدمة دي. الناس قاعدين إيه؟ بيقول لك جالسين في السوق، ناس فاضية قاعدة في السوق. وبعدين العيال بيقولوا زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. ده المثل اللي قاله ربنا يسوع. يعني معناها ان الناس لا عجبها ده ولا عجبها ده، لا عجبها يزمرهم يرقصهم، ولا عجبها يعيطهم يبكم. والحكمة تبررت من بني. ايه مجال الكلام ده؟ انه حديث عن يوحنا المعمدان، هذا الرجل العظيم، والناس قاعدة تتكلم عليه اقوال كتيرة خالص. واحد قال ده نبي، واحد قال ابدا ده انسان بيشطان، واحد قال اهو يكون ايليا يمكن عشان شديد زي، واحد قال يمكن مش ايليا ده يمكن نبي تاني الى اخره. طب انت يهمك ايه من انه ايليا او نبي اخر او الى اخره؟ في حاجة واحدة بس بيقولها يوحنا المعمدان: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. يوحنا ده لابس اصفر، لابس احمر، لابس اخضر، شعره طويل، شعره قصير. ايه دخل ده في الموضوع؟ الموضوع يتلخص في كلمة: توبوا قد اقترب ملكوت السماوات. اللي عاوز خلاص نفسه يسمع الرسالة ديت ويقبل رسالة يوحنا المعمدان.